بما ان النهارده تاني يوم فقلت اعمل حاجه خفيفه، فعملت كفته ومكرونه وصينيه كفته بالبطاطس. وهنا زي ما انتوا عارفين انا بحط على كيلو اللحمه المفرومه كيلو من البصل، وبعد ما احط الملح والفلفل بدعك البصل بالملح والفلفل، وبعد كده بدعك اللحمه فيه لغايه ما اكورها كده والاقيها بتلم معايا، وبحط قرن من الفلفل الاخضر بقطعهم شرايح صغيره. وعندي في نفس الصينيه بكور الكفته، بدهن ايدي دهنة بسيطة من الزيت، وببتدي ان انا اكور الكفتة كلها مقاس واحد. عايزة تصبعيها صوابع تخينة براحتك، عايزة تكوريها براحتك. وهنا معايا اهو صينية البطاطس مقطعة عليها طماطماية وقرن من الفلفل الاخضر، وبحط عليها الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. انا عاملة كفتة سادة وعاملة كفتة بالبطاطس. وبعد كده بجيب ربع كوباية من المية، بحط ربع كوباية هنا على البطاطس، وعلى الكفتة برضو بحط حبة مية بس ما بيكونوش كتار، بيكونوا اقل من بتاعة البطاطس اهي زي ما انتوا شايفين كده. ربع صغير هنا وهناك بحط نص كوباية مية. يا جماعة ملحوظة الكفتة اصلا بتنزل سوائل كتير زي الدسم اللي بيبقى فيها، بس انا هنا بكتر المية عشان البطاطس والخضار اللي انا حطاه يستوي. وبعد كده بغطيها وبعلي عليها، ولما تفتحي وتلاقيها اتبخرت زي كده تقومي موطية. بصوا يا جماعة كمية المية اللي هي الكفتة نزلتها والدسم بتاعها. وهنا برضو هكذا بعد ما بتعريها وتلاقيها ان هي عملت كده اتبخرت، بتوطي عليها على تحت وبتسيبيها. وهنا قلت بقى اعلق على صلصة المكرونة. طبعا يا جماعة انتوا عارفين ان انا بشيل الطماطم بفرزها في الفريزر، حمرت التومة على طول ونزلت عليها بالصلصة. وكده الكفتة بتاعتنا بعد ما خلصت سايباها بس ان انا اشوحها بحبة سمنة. بصوا عايزة اقولكوا بصوا البطاطس استوت ازاي، ولا لزقت ولا اي حاجة. وهنا سلقت حبة المكرونة اللي انا هعملهم. بعد ما الصلصة بتاعتنا اتسبكت هروح احضر بقى الفطار. هنا خلاص عملت المكرونة بالصلصة، وهنا شوحت اهو الكفتة بتاعتي بمعلقة السمنة. وكده فطرنا النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.